صباح الخير، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يومكم يكون حلو وجميل مثلكم. اليوم الجمعة، بعد بكرة العيد، عيد اضحى مبارك وكل عام وانتم بألف خير. ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة والعافية وكل ما بتتمنوا يا رب. فاليوم كله راح يكون تحضير وتجهيز ليوم العيد. الاشياء اللي لازم اعملها كعك العيد، لازمني انظف البيت، كمان لازمني اروح اشتري لبسة للعيد، لساتني ما اشتريت. فأنا قررت إني أشارك معكم كل هالأشياء وإن شاء الله تعجبكم. أول شي خلينا نشرب قهوة. ما بعرف إذا أنتم مثلي الصبح بتحبوا تشربوا قهوة أو شاي. أنا زمان كنت كتير بحب أشرب الشاي، إذا ما شربته بوجعني راسي، بس مؤخرا قلبت على القهوة. بس القهوة عادي، إذا شربتها أو ما شربتها ما في أي وجع، لسه ما أدمنت عليها، بس بحبها لأنه بتخليني أصحصح، بتخليني أنجز. الشاي بحسه بس هيك يعني مود، ما بحسه ما بيعمل لي ولا شيء. فخلينا نشرب قهوة عشان نصير مصحصحين ونصير هيك جاهزين عشان هذا اليوم. أول شي رح أبلش فيه، رح أعمل كعك العيد ورح أشارك معكم الوصفة. رح أعمله بطريقة كتير سهلة ومبسطة، غير عن الطريقة التقليدية العادية، بحيث إنه يجهز بسرعة لأنه ما عندي كتير وقت. فهلأ خلينا نشوف المكونات اللي رح نحتاج عشان نعمل الكعك. يلا. بما اني هلا جهزت كل المكونات، رح نبلش تحضير وفي نفس الوقت رح احكي لكم شو هم المكونات. الكمية اللي رح استعمل انا صغيرة، فاذا انتم بدكم كمية اكبر بس ضعفوا الكمية. اول شي رح اعمل 3 اكواب طحين. بسم الله. رح ناخذ نصف كوب سميد يكون ناعم. رح اضيف عليهم نصف كوب سكر ناعم او باودر. هلا رح اضيف ملعقتين كبار من بهارات الكعك، معلقة كبيرة من اليانسون المطحون، ومعلقة كبيرة من الشومر المطحون، معلقة كبيرة من الحبة السوداء. رح اضيف عليهم هلا معلقة صغيرة محلب، كمان معلقة صغيرة من خميرة الخبز، هنضيف معلقة كبيرة من السمسم المحمص، معلقة صغيرة من الشومر، ومعلقة صغيرة من اليانسون. رح اخلطهم كلهم مع بعض. رح اضيف عليهم كوب زيت زيتون كبير، مع معلقة كبيرة سمنة حيوانية. هلا رح ابلش اعجن فيه. بسم الله. هلا رح اضيف عليه مي دافي. رح ابلش اضيف المي الدافي شوي شوي حتى تصير عنا عجينة متماسكة.
ما خلصت عجين راح اخلي العجينة ترتاح شوي واروح اعمل عجينة التمر. بالنسبة لعجينة التمر راح نحتاج أهم شيء معجون تمر. معجون تمر ممكن تجيبوه جاهز، ممكن تعملوه في البيت. أنا جبته جاهز لأنه ما كان عندي وقت، بس طريقته كتير سهلة. راح تاخدوا التمر تشيلوا منه البذر وتطحنوه وهيك بتصير عندكم عجينة تمر. هذا اللي جبت كيلو راح اخذ منه بس النصف، هيك بصير عندي نص كيلو تمر. أضيف عليها معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة بهارات كعك، معلقة صغيرة ينسون مطحون، ومعلقة صغيرة شومر مطحون، شوية زيت زيتون. وهلأ رح أخلطهم. بما اني هلا جهزت كل شيء، العجينه وعجينه التمر، رح اروح انظف المطبخ وارجع كل شيء لمكانه، وبعدين رح ارجع عشان ابلش اعملهم مع بعض، يعني العجينه مع عجينه التمر، ورح اورجيكم طريقه كيف رح تكون سهله وسريعه. هلا خلصت ترتيب. شوفوا النصيحة اللي رح اعطيكم دايما لما تكونوا تشتغلوا، حاولوا انتوا تشتغلوا تنظفوا عشان بالاخير ما يتراكم عليكم جري، الشغل بصير كتير سهل هيك. فحاولوا تعملوا هيك وشوفوا كيف رح تحسوا الفرق. العجينة ارتاحت، رح اقسمها لقسمين ورح افردها، رح تشوفوا كيف رح اعملها. الطريقة رح تكون كتير سهلة. مع التمر أول شي رح آخذ ورق زبدة وأفرده هون، عشان لما بدي أفرد العجينة رح تكون سهلة، ما حتى ولو لصقت معي رح تلصق على ورق الزبدة. لأني رح ألف العجينة فرح أخلي سمكها كتير صغير.
هلا بدي اعمل عجينة التمر. هلا بدي ادخلهم الفرن حتى يتحمر. بهذا الوقت اللي رح يجهز فيه الكعك رح اروح احضر الفطور.
طعمه كتير زاكي، وانا كتير فخورة بنفسي انه قدرت اسوي كعكة العيد لحالي. كنت بظنه انه اشي كبير وصعب، بس الحمد لله انه اخترت هاي الطريقة سهلة كتير. ما غلبتني كتير، ما اخذت معي وقت كتير، وطعمها نفس طعم المعمول، ما في فرق، بس بطريقة تانية. صار لازم انه نعمل قهوة ونشرب معها قهوة. بما اني خلصت كل شيء، فهلا رح ابلش تنظيف البيت.
بما اني هلا خلصت كل شيء الحمد لله، جهزت كعك العيد، نظفت البيت. الشيء الوحيد اللي ضايل لي اني اطلع اروح المول ادور على لبس عشان البسها يوم العيد. فهلا رح اروح اغير ثيابي اتجهز عشان اطلع. لبسة العيد ان شاء الله رح اورجيكم اياها يوم العيد. انا شربت هذا